السلام عليكم. هنتكلم النهارده بما اني لابس اسود في اسود، انا ليه كل البنات تكرهني؟ هقول لك تابع معايا الفيديو ده انت تعرف هتكرهني ليه. انت امك يعني بتكرهني برضو ولا ايه؟ برضو انت بتصور ليه دلوقتي؟ سمعت كل الفيدباكس بتاعتكم عن الجزء الاولاني وما كنتش طبعا اتوقع ان انا ممكن احقق 600 مشاهده من اول فيديو اعمله، ودي حاجه جامده جدا جدا. شكرا ليكم. واستنى الفيديو ده هتشوف شخصيه مني تانية عشان مسهتن دلوقتي. اللي بيتكهرب كتير بيسهتن كتير، وانا مش سهتن جامد عشان كهربت جامد. ما رضيتش النهارده اعمل حلقه لوحدي، قررت انزل اسال الناس عن رايها عن الجنس الاخر. هتشوفوا اراء الناس. خلي بالك انا يعني كان عندي عاده كده، كنت بفضل باصص قدام الكاميرا واعمل قدام كده، لو ببص عليه كده. ما عملتاش ولا مره لحد دلوقتي. معايا دلوقتي راجل عشوائي جدا طبعا، ما حدش يعرف مين ده طبعا. جبنا رومي يا جدعان، عادي لقيت الراجل ده كله زي الفل يا مرعي. حبيت اسال مرعي سؤالين كده عن الحلقه بتاعتنا النهارده. تمام. انت شايف انت مع ام ضد المراه؟ انت مع ضد المراه عامه؟ انا ضد المرأة في كل احوالها، انا ضد المرأة في كل حاجة. تشوف ان بتعمل مشاكل؟ لا، ما البنات ما بتعملش مشاكل، البنات ما بتعملش غير مشاكل، البنات مش بتعمل حاجة غير المشاكل. البنت دي يعني بتحسبها بني ادم؟ اكيد لا، البنت بني ادم. صح والله، اجابه تحسب جدا. عايزك تحكي موقف غريب حصل لك مع واحده في الشارع. انا مش فاكر اي حاجة. لا، انا ممكن احكي لك على موقف حصل مع بنت كنت مرتبط بيها. قول. انا كنت مرتبط ببنت مش عارف ينفع اقول كده ولا لا. بص، انا كنت مرتبط ببنت وكنت كل ما نخرج اجيب لها مثلا بسكوت، اجيب لها شوكولاته. فجينا في يوم فركشنا، لقيتها نازله ومعاها كيس مليان علب بسكوت فاضي وعلب عصير وبتاع، كانت عيناهم وقالت لي خد حاجتك وبتاع. والله ما بهزر. طب وتاريخ الصلاحيه طيب؟ كانت هي شربتهم مش فاضيين اصلا الكيس فاضيه. بتلمهم دي كانت ذكريات يعني ولا ايه؟ جبت لها مثلا باكو بسكوت تاكله وتسيب الكيس. هي تقريبا كل باكو بيفكرها بحاجه معاك. تقريبا دي بالنسبه لي كانت اغرب حاجه شفتها في حياتي. طب بعد الاجابه دي انت شايف ان هي تحسب بني ادم؟ يا جدعان مفيش احسن من البنات يا جدعان، البنات دول احسن كائنات على الارض. شاوت اوت البنات. خلي بالك ان احنا هنتهاجم في كميه فيمينيزم في العالم، فعشان ما نتهاجمش يعني البنات سكر نبات والولاد صراصير البلعات. يعني انت بتقولوا ايه؟ انت مش احسن من البنات يا ابني، البنات دول ايه فايت كلاب؟ انت فيلم فايت كلاب اللي فات على انا كان اسمه تايلر ديردن باين. ده انا عندي انفصام يا جدعان، عندي انفصام، انا مريض. اقول لك انا لا، ما هو لو انت اجابتين صح يا اسطى، البنات احسن كائن واكتر كائن بيعمل مشاكل. بس مش بني ادم، بس مش بني ادم، بني ادم بني ادم طبعا. مرعي مش عايز يزعل الجنسين، قال لي يجاوب اجابه كده واجابه كده، وانا اختار واحد تاني في الفيديو. اوعى ايه السؤال اللي تحب تساله للشخص اللي بعدك؟ السؤال اللي احب اساله الشخص اللي بعدي، اه ليه الرجاله اتجننوا؟ يعني ليه في كميه رجاله اتجننوا؟ مش عارف حد ملاحظ ولا لا، بس انا ملاحظ ان في كميه جنون مش طبيعي. الرجاله بالذات 15 لسن 65. صاحب باباك جارك هتلاقيه مجنون ليمضي. اه والله فاهمك. اقول لك على حاجه، انت بتقابل ناس كتير مجانين رجاله وفاهم ناس مجانين، غير اول ما تلاقي انا مجنون ست. مجانين في الحقيقه، مجانين يا اسطى بجد، اللي هم في الشارع المجانين. انت بيسال سؤال بجد، ليه فعلا اتجننوا يعني بيمشوا في الشارع مجانين؟ ايوه، يعني انت مش ملاحظ ان في رجاله مجانين كتير بس مفيش حريم مجانين؟ والله العظيم تلاقي مثلا واحد مجنون. طب والله سؤال منطقي جدا. واحد بيجري وراه، دي فعلا كميه رجاله مجانين بطريقه مش طبيعيه. يعني انقذونا بجد، انقذونا. انا بشوفك بتقفل قفله من الفيديوهات بتاعتك. يلا باي يلا باي يلا باي يلا باي. الراجل ده مستعجل فلازم نطول معاه في الاسئله شويه. ان البنات عامه بيتحسب بني ادم. انا خلاهم الراجل اللي قبلك ساب لك سؤال، هي ليه الرجاله اتجننت في اخر فتره؟ انت مع ام ضد؟ بص، هو الجيل في جيل طالع دلوقتي اللي هو كله ماشي ببوت وسجاير وكده، شاب كروش فشخ، الدنيا ولعانه معاه. لا هو كان قصده اتجننوا بجد يعني. معايا صاحبي معايا سعيد. طب اسمك ايه؟ عايز انت عارف انك هتتحط في اليوتيوب دلوقتي؟ لا ما اعرفش. طب اديك عارف. يعني هو محسوبين علينا ان هم بني ادمين، يعني كده اتجننوا في اخر فتره بسبب مات توكسيك. نني فوق يا جماعه، نني فوق. يعني نص بني ادم كده. لحد البطن يعني. انت شفت الفيديو الاولاني بتاعي؟ طبعا انا واحد. طب روح شوفوا بقى. يعني ايه رجالي صفر حريمي واحد؟ يعني ايه؟ معاه شباب زي الورد قابلناهم. امسك يا عم بس تعالى. نص نص كده حسب. يعني انت شايفها لحد البطن مثلا؟ طب صاحبك شايف ايه؟ انا بصراحه شايفها معلش امسح الحته دي فوق، برضه فوق البطن بشويه وكده. يعني هي نص، يعني انتوا الاثنين كل واحد عمل نص فبقيت بني ادمه برضه. بس هي لا مش كده، بس هي حسيتها مفيش يعني لحد دلوقتي يعني. بس دول كلهم بيحبوني. قول يا رب. ايوه بقى. طب تحب تسيب سؤالي اللي بعده؟ اسم امك ايه؟ انت اصلا مجهز السؤال قبل ما اقول؟ ايه رايك في الساعه ده حنبوه؟ لا انت بتشوف البنت بني ادم؟ اكيد طبعا. لا ما تقلقش. يعني مكانهم مش المطبخ؟ مكانهم المطبخ فعلا. طب ازاي بني ادم مكانهم المطبخ بقى؟ يا عم هو من غيرها ما كناش هنيجي احنا اصلا. معاك حق بصراحه. الراجل اللي قبلك ساب لك سؤال، قال لك ايه رايك في الصح ندحي ابوه من بلبن؟ خلاص عم اعمل دعايه للراجل بتاع مايلو ده عشان الراجل كله تمام. صاحبك؟ روح له بس هيظبط. قول له من طرف مين؟ قول له من طرف عمر بس. هو عمر بس. عمر بس. الراجل ده يا جدعان مع المرأة مش مع المرأة ولا حاجة، يعني بين البنين كده. عمر بس يا جدعان. عمر بس. الراجل بتاع بلبن اهو يا عم،
بلاتو بلبن كله تمام. صح ده حمو. الراجل لما بيبقى على طبيعته الست ما بتحبش ده، او ممكن تخدعك لما تبقى على طبيعتك. والله الراجل لما بيبقى على طبيعته للست بتخدعه. زوز الراجل لما بيبقى على طبيعته للست بتخدعه. بتخدع تقريبا. عشان هو مش راجل جدع. عشان هي مش احسن حاجه. عشان هو مش راجل جدع والدنيا معاه مش بخير. هي اللي بتخدعه. ايوه اللي بتخدعه. هي اللي هو على هي طبيعته. هي خاينه. هي كده الدنيا مش معاها بخير يا باشا هو ده حوار كبير. ده هريح على ديكة البدلاء دلوقتي. بشوف البنت بني ادم بشوفها انثى. يا زوز انت يا ابني زوز. بتشوف بكام واحده ولا هتقولها؟ يا عم مش هنا النمره غلط. الدنيا معاها مش بخير وامها مبوظه الدنيا خالص وانا مبوظ الدنيا مع امها. يا عم هبوظ الدنيا. يا عم أكتر. لا 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 طب تحكي انت. طب هات السكوتر. بص والله بص السكوتر بتاع له الشنطه. هذا بتاع له الشنطه. الاسئله الشمال دي ماليش فيها. لا ما الشمال شمال. انا معاهم في كل حاجه واي لو حاجه. جيت انت بقى سنه كده مش هتجيب حد حد. ماس اللي هيجي من طرفك عامل ايه 30% خاص. يجي يسال على عمرو اللي هيجي من طرفي ال 40% خصم. 40% يا عم 50%. يلا خلي كده ال 20% بتاعتك تكون من جيبك. بعد ما شفنا اراء الناس طلع في ناس متفقه معايا، في ناس مش متفقه معايا. انا المفروض ان انا مصور، يعني انا مصور كل حاجه في نفس اليوم، فاهم حاجه؟ استنى يا ابني اجيب الساعه بتاعتي عشان ممكن يبقى غلط. سقف المرعى يا جدعان بعد اذنكم. بقيت بقى احكي لكم شويه مواقف ليه البنات بتكرهني في حياتي انا عامه. ما تبقاش زي سعيد، ما تبقاش زي سعيد في اي حاجه. تعرف مين سعيد وهتعرف ليه ما تبقاش زي سعيد. يعني اسمه بتاع الناس انا جايبه عشان هو اكتر من ادم عارف الجام ده. انا نار نار يا اسطى. لا والله مش هينفع بجد النار دي تطلع. عشان كيوبيد نشنت بالكوس. انا كنت في مدرسه مش حابب اقول اسمها، مدرسه ابتدائيه. كان الفصل بتاعنا هو الفصل الوحيد المشترك. كل الناس اللي حواليا في الصفوف الثانيه كانوا طبعا ايوه بقى يا عم يا بختك ومش عارف ايه. ما كانش فيه فشخ، كانوا بيقولوا الموضوع ده جامد قوي. كنت انا معجب بواحده، كنت معجب بيها ليه؟ عشان كانت طولي وانا كنت طويل جدا وانا صغير. يا ابني هدقرك يا ابني. رحت قلت لها ممكن نبقى اصحاب، قالت لي لا وسابتني ومشيت. انت مستني ايه طيب؟ كانت حلوه عامه يعني، كانت حلوه بس هي دلوقتي شاوت اوت البنت. زي العالم. عشان ما تعملنيش زي ابن هو عارف نفسه. هو عارف نفسه. هو مش هتعرف تثبت بقى. مش انت دارس قانون؟ بتحاج بالقانون يا صاحبي. استفز كده لحد ما يحط لي حشيش في عربيتي مثلا. كنا في ابتدائي يعني اغلب زمايلي في ابتدائي كل واحد كان مصاحبه معاه. طب انا اقول لك على حاجه، كنت مرشح نفسي وزير الفن مثلا. انا كنت بعرف ارسم وانا صغير، انتوا عارفين انا مونتير وانا جرافيك ديزاينر، فطبيعي وانا صغير كنت بعرف ارسم. وترشحت قدام واحده مش عارف اقولها ولا من نيجيريا. ترشحت قدام واحده من نيجيريا وخسرت. اقسم بالله بتعرف ترسم. كانت رسمه دبابه باربع عجل. يعني ايه الدبابه اللي باربع عجل دي يعني؟ يعني ايه دبابه اربع عجل يا اسطى؟ شيفورليه دي ولا ايه؟ مش فاهم. شيفورليه الدبابه اللي هو اربع عجل وكسبت. كانت اول. طب احكي لنا كده انت كنت راسم ايه؟ انا كنت راسم يا اسطى رسمه كامله هاو تو ترين يور دراجون، ازاي تدرب تنينه. رسم التنين كلها اللي في المسلسل. ورسمت لوحه يعني يا رب الاقيها، بحلم الاقيها في حياتي. رسمت كارتون نتورك كله في لوحه واحده. كنت رسمت حتشبسوت قالوا لي انت شفافها. مدرس حط راسه براسي قال لي انت شفافها وقال لي ارسمها دلوقتي. ورسمتها وعلقها في المدرسه عندنا. كل ده طالع من ايه؟ من جندي، مش من وزير الري اللي كانت رسمه دبابه. رسمه دبابه اربع عجل يعني. اول مره اتعرض للمحسوبيه والواسطه في حياتي. انا في واحد كمان رشحني وقال لي بقى كلمه وحشه قوي. قال لي انت عارف انا صوتت لك عشان انت بس بتعرف ترسم فعلا. يعني هو بيكرهني، فاهم حاجه؟ ما تصوت وانت ساكت يا اسطى. ممكن كده باين. وانا مثبته يا اسطى. احكي لك بقى اول مره كلمت بنت في حياتي. مره واحده بعتت لي اد. ده كان حدث تاريخي يعني. كنت انا اللي ببص. بعديها ببص كنت جاي قابل. وبعدين انا قلت اكيد اكونت فيك يعني. انا بقعد اخش اكله كده فيقول لي قفشتني ازاي؟ اي بنت فدخلت قلت لها يعني ما دخلتش شتمتها بس مش الشتيمه دي يعني. قالت لي يا فندم ومش عارف ايه. وبعدين قعدنا نتكلم بقى كتير وبتاع. وطلعت هي في اولى كليه كانت كبيره جدا عليا. ففاتحها في موضوع ان احنا ممكن نبقى حاجه يعني. قالت لي انت صغير قوي يا ابني. فقلت لها صغير بس ينفع يعني. وانا اقنعتها وقتها وقلت لها ليه ما ينفعش وانا اكتر واحد مناسب انت اتكلمتي معاه في حياتك. بس ما ارتبطناش يعني كنا تمام. جه يوكي. تصدق بقى لسه لايت ان هو يوكي يعني. كان اسمه مصطفى الجندي عادي زمان. بحكي له بقول له هو ايه رايك في الارتباط في انك ترتبط بواحد اكبر منك؟ قال لي يا اسطى ده احسن حاجه. قلت له ليه؟ قال لي بتبقى امك وصاحبتك.
فانت يا يوكي وقتها كان عندك مامي ايشوز ولا ايه؟ بس والبنت دي اختفت مره واحده، ما لقيتها اختفت. كنت كل يوم اروح لامجد نني، كنت كل يوم شوت اوت للنني. بتجنن بقى عليك دلوقتي. انت فين؟ اختفت، راحت فين؟ انا مش على بعض يعني فاهم. لقيتها رجعت تاني، بعت لي رساله طويله ومسحت الاكونت. الرساله الطويله: انا مبسوطه جدا ان انا عرفتك يا محمد، ونفسي كان نفسي نكمل مع بعض، وبجد انت من احلى التجارب اللي انا عشتها في حياتي، وكنت زي ابني. يعني ايه كنت زي ابني كمان؟ عشان انا محوشها من زمان. صور وتقولي لي انا اموره ولا لا؟ ليه ما تقعدي ساكته وامشي؟ تسال ابنها بقى عادي. تسال ابنها؟ يعني انت امك بتسالك تقول لك ايه رايك فيا، انا حلو ولا لا؟ لا مش اقعد ساكت بقى. بنات الكليه. انا عايز اقول لاي بنت انا عرفتها من الفئه العمريه اللي هي من تانية ثانوي كده، اللي هو فتره بات كلام بات، لا بعيدا عن بقى لحد ثالث ثانوي، نني هتلاقيه اصلا راح لبيتر اداله 200 جنيه قال له هنرفع عليه محضر عشان حاطط صورتك. انا اروح ادي بيتر وقتها 300 جنيه. مفيش بنات تخش لي برايفت بعد اذنكم، انا راجل متزوج. تزاج نفسه يا جماعه. انا متزوج مصطفى امجد. جاي يقول الاسم الكامل فيها دلوقتي. انا من ساعه ما دخلت الكليه اولى كليه، انا مش عارف ليه انا مكروه من وسط البنات بتوع الكليه بتوعي، مكروه بشكل غريب. انا ما بعملش حاجه، يعني انا ما بعملش حاجه، انا بدخل لابس الايربودز وداخل، انا مش عايز اتعامل مع حد يا جماعه. انا مش نرجسي، مش معنى ان انتوا مقامكم ابن. طيب يا جماعه، انا كنت ما نمتش بقالي يومين وانا بسجل الكلام اللي مش عارف يا ابني مين يا ابني بتقول الكلام ده ازاي. تحيه لكل البنات عامه، كل بنات الكليه كمان، مش عايز اعمل مشاكل. هو عايز يعمل مشاكل، انا مش عايز اعمل مشاكل. نقطه رقم 2، انا مكروه هناك. ده حقيقه، ده انا قلته وما كنتش محشش فعلا وانا بقول كده. انا فعلا مكروه في الكليه عندي من غير سبب. وكمان اما بتيجي تسال بنت عليا، انا مش عارف هو انا عيني ليه بس. اما بتيجي تسال بنت عليا في الكليه، حتى لو اللي بيسال جديد او اللي بيسال ما يعرفنيش، بتلاقي بتشتم فيا. فانا مش عارف ليه بتشتمي فيا. هو بقى معاه حق هنا، ان انت بقى مش عارف مامك ايه، بس يعني مش عارف بتشتمي فيا ليه. انا جبت سيرتك والله ما حد بعينه، انا بجد بتشتم من يعني مينيمم 15 بنت. البنات اللي كلمتهم في الكليه حوالي 4-5 مثلا. محتاجه تشوفي دكتور كويس، ومحتاجه تسمعي كلامه عشان هو فعلا اتكلم في الحته دي صح. وكلمه كمان، ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب عشان في المحتوى الجاي حلو ومحتوى متنوع. سيبكم بقى مع الراجل المساهتم ده، يلا بينا. مش معنى ان انا بدخل، بص يا بنت الحلال، مش معنى ان انا بدخل المحاضره وحاطط الايربودز في ودني يبقى انا نرجسي. انا داخل بحضر المحاضره وعايز امشي، تمام؟ انا اصلا مش طايقكم، انا مش عايز اتكلم. حوار بنات الكليه ده انا نفسي يبقى في كاميرا في عينيا، يعني تشوف الخرا اللي انت بتعمله. بعد ما شافوك اتشهرت وناس كتير عرفتك، يعني الفكره دي اتغيرت ولا لسه بيكرهوا؟ لا بيكرهون. طبعا ما كانش ينفع نتكلم عن البنات وما نجيبش سيد البنات. لا يا عم سعد الراجل اللي انا كسبان دلوقتي. لا مش عايز اجيب سيره المنافسه القذره دي بصراحه. يعني شاوت اوت سعيد، هسيب لكم الانستجرام بتاعه وخشوا على الفولورز. لا عامله برايفت. خش يا ابني اتفرج واتبسط. سعيد كان سكيتر قديم، فانت عارف السكيتر. لا ايه يا اسطى، ايه ده؟ لا ما تبقاش على كده، لا. وريتني ما كنت سكيتر والله. انت ليه ما كنتش عايز تبقى سكيتر؟ شفت ان لازم طب ايه حواراتك مع البنات طيب؟ لا حواراتي مع البنات بجد بعيدة عن السكيت خالص، روتين السكيت. ما خلاص يا خلاص بقى زعبوط بقى. جدعان، هي دي البنت الوحيده اللويا اللي ليه مع كله عضني مش انت بس. يا ليه مع كله. من اول ابتدائي تقريبا لغايه دلوقتي. انت بتحكي كلها سعيد. سعيد جاهز سكريبت على فكره زيي، وده اول ضيف جاهز سكريبت من الضيوف اللي انا جبتهم كلهم. الضيوف اللي فاتوا ما كانوش عاملين حسابهم ان هم جايين برنامج ضخم عظيم. سعيد عنده علاقات عاطفيه، عنده علاقات. هي علاقه واحده يا اسطى. يا ابني بتفضح نفسك ليه؟ انا مش عايز كده. هي واحده. او لا ماشي، ما تعملش الحته دي عشان انا بقى جامد بقى وفشخ الدنيا بقى بعديها بقى وكده، فاهم؟ سعيد بيسلم ديتيلز ليا وبيسلم حاجات انا محتاجها في الفيديو عشان تطلع حلو. لا انت عارف استخدم ضدك ايه؟ انت قلت عارف استخدم. سعيد ما عندوش غير علاقه عاطفيه واحده بس. سعيد برنس. سعيد بيلعب بديله كتير. لا مش صح يا سعيد؟ يعني وانا بقلب على الفيسبوك لقيت سعيد في اعلان. مسكالي يا جماعه، مسكالي هناك. انا نفس الحاجات ديت. انا حاسس ان انا غبي. الفيديو 6 دقايق، سلم نفسه في 6 دقايق. انت بقيت مطلوب اكتر من نني. لا يا اسطى حرام عليك. ايه يا عم لسه لا نني يا جماعه. جدعان النني مش هيطلع معانا في حلقات خلاص، ما تطلبش الطلب ده تاني، ما تشتموش عشان ده بيعمل. النني مش هيطلع معانا في حلقات خلاص، خلصنا. اكتر بني ادم على كوكب الارض
هو النني. اكتر بني ادم ايه؟ انت قلت اكتر بني ادم. سعيد مجهز سكريبتات يقولها لنا. لا مش عايزين بقى نقعد بناديل بقى كتير عشان الناس بتقول لك انت معكش تكييف وبتاع. يا جدعان انا مش عايز اشغل مروحه عشان الصوت بتاع المايك، مش عايز اقصر. ولسه على جبناش صوت المايك. تكييف يا جماعه، ادعوا لنا. ما تقول لهمش بقى يا ابن سعيد ليه علاقه عاطفيه واحده بس، هو راجل لعوب. يعني ايه لعوب بقى سعيد؟ عقرب. انت برج العقرب يعني. كنت في ابتدائي وانت عارف الحاجات التلقائيه اللي هي بتطلع مننا كده ايوه زي ما العاديه. رحت قلت البت بقى صاحب قالت لي لا. ايوه لا اللي حصل مني بقى لا. عارف اعمل كده. الفصل كان مشترك عادي، في ابتدائي بقى مشترك عادي، ففي جزء هنا اولاد وجزء هنا البنات. كان في النص كده زي ايه حصه ما فيهاش اي حاجه، فاحنا كنا بنهزر مع بنات رايحين جايين وبتاع مش عارف ايه. ففي كان في بنت قاعده على الديسك عادي، وانا جيت من وراها كده وبهزر معاها وبتاع، فمش فاكر جيت من وراها عملت ايه طيب؟ لا مش عادي، كنا بنهزر عادي وبتاع. لا يا اسطى قمت عامل لها ايه كده. عارف انت التلقائيه بتطلع مره واحده كده، برقت لي مره واحده كده. قمت يا اسطى انا بقى اتكسفت مره واحده بقى ورحت قعدت في ديسك مكاني، وبعد كده عرفت مفيش حاجه حصلت بعد كده، بس كده. يعني انت كاتب سكريبت لا عشان لا هو كرسي المدرسه مش بيبقى ديسك، لا بيبقى كرسي فاهم. فانا وواحده كمان كنا بنتسابق على مين يقعد على الكرسي ده الاول. هي قعدت قمت قاعد على رجليها. لما قلت رجلها يا اسطى والله بجد مش بقصد يا اسطى، والله بجد قعدت عليها. ممكن تقول اسم البنت دي؟ لا قعدت عليها يا اسطى بجد والله يوميها يا اسطى. ده انت مش جاي تحضر الحلقه. لا جايبت لي امها بقى يا اسطى، ورحت للمدير بقى حصل مشكله وبتاع. انت فكرتني بموقف انا مش كاتبها. والله يا اسطى رحت للمدير بقى، قعد بيتكلم مع امها بقى وبتاع، بيقول لها انت شايفه راجل محترم اهوت ما يعملش كده ومش قصده حاجه وبتاع، وانا واقف ساكت بقى وبتاع. غير ما المدير قال لي خلاص امشي يا ابني، انت ماشي عادي وبتاع. كنت خايف فشخ عامه يوميها بجد. والله قاعد كده يا اسطى اللي هو انت عارف ايه اللي بيحصل ده. فكرتني موقف في ابتدائي برضو. كان في واحده بتكراش عليا. كان عندنا عاده زباله كده في فتره من الفترات، كان اسبوع كده اتجننا فيه تقريبا، يعني مش عارف حطوا لنا ايه في السندوتشات الاسبوع ده. كنا في الدور الثاني كنا بنحدف ميه على البنات اللي في الدور الاول، تمام؟ اللي بيعدوا من تحت، فالميه خلصت. عرفت ايه؟ ماشي مقبوله شويه. انا رقعت واحده في شعرها تمام. لقيت واحده تانية طلعت تشتكي تمارك ماشي. البنت دي انا اتوقع يعني من خبرتي المعدومه في النساء ان هي بتكراش عليا. بعتت لي رجاله يضربوني، منهم واحد صاحبنا انت عارف. جابت لي امها تاني يوم. ليه؟ عشان هي اما جابت العيال بقى كنا انت ضربتهم؟ جابت العيال، انا ضربتهم. كنت انا جيت يا اسطى، كنت جيت وانا صغير يعني نموي اكتمل سريعا وهم كانوا لسه صغيرين. فكنت انا مفتري. دلوقتي انا نفس جسم 5 ابتدائي، فهي جت تضربني من وسطهم. يعني هي جت بتديني بالرجل كده من وسطهم في وسط الخناقه. قمت انا جاي واخدهم كلهم عملتهم كده، قمت جاي راميهم ورايا ومسكتها عجنتها. تمام. جابت لي امها تاني يوم بتقول لي انت بتضرب بنتي ومش عارف ايه، ده انا هعمل لك واسوي لك. وانا كان معايا واسطه في المدرسه ومحدش كلمني ولا حد عمل لي حاجه. وقلت لامها بنتك اللي قلت الادب ده جدع. وانت بنتك شوت اوت بنتك. يعني بنتك ست كويسه، انا اللي كنت قليل الادب. ما ينفعش نمد ايدينا على بنات، ما تعملش كده تاني. ارق البنات صراصير البلاعات. فاكر اللي كنا بنقولها احنا في الفصل واحنا صغيرين؟ سعيد يكمل قراءة السكريبت. سعيد انت كاتب سكريبت بالكامل؟ انا بكتب لا العناوين بس وبهري. في موقف بعد لا سيب لا ممكن اقوم بشد شعرها، اقوم برميها من النافذه. يا عم خد يا اسطى انت كنت احنا ماشيين في مراسي انا واصحابي، فانا كنت ده عادي اصلا يعني. اصلا انك ماشي في مراسي دي انت حاسبها حاجه عاديه يعني. اخو سعيد لا انا محترم عن اخو سعيد. انت محترم. يعني لو سعيد عامل نار، شيكا عامل 3. شيكا عنده كام سنه؟ 18 عشان يعمل تانية ثانوي يا شيكا. هكمل 18 سنه. ما لو كنت واسيني يا شيكا اخوك لو عمل محضر. بعد ما كنا في مراسي يا اسطى كنا احنا ماشيين عادي مع اصحاب بقى بعض. فانا يا اسطى معروفه اللي هو بتبقى ماشي مثلا حاطط ايدك على صاحبك جنبي كده. ده عادي طبعا. ده عادي الف ب صحوبيه. ده عادي بقى. انا سرحت او مش لا مش اتقل انت قاعد بتدي ايحاءات طول ما انت قاعد من غير ما تاخد بالك. مشكله لو واخد بالك يعني هتبقى وحشه. انا سرحت حطيت ايدي على واحده كتف واحده بدل صاحبك. ازاي يعني بجد والله مش بهزر. انت بتهجص. لا والله ابدا بجد. واحنا ماشيين فيا اسطى قامت اللي هو بص لي كده اللي هو ايه انت في ايه. فلا شوت اوت البت ديت. سعيد لما عمل الاعلان
اللي انا ذكرته في الاول. فانت رجعت اعلان تاني. اهو انا هسيبك. الاعلان هو بيعمل ايه؟ سعيد ماسك ايد. انا حاسس ان اصبر بس كده اصبر. انت بتقطع في الحته لا المهمة لا ولا إيه؟ لا كنا كبار اصلا على الاعلان دوت. حاسس احنا كنا كبار بجد يعني. جايبين يا اسطى بدقن وبتاع خلصت. في ملاهي. لا سعيد كان ماسك ايد البنتين يا اسطى خلاص. وقاعد بيجري راح يمين وشمال في الملاهي. يا اسطى هو الفيديو كان كده كل ما طب هقول لك تعطل بقى. اديها كده هقول ويطلع لك يا اسطى. يجري. لا والله هقول لك بجد والله هقول لك. انا يا اسطى الفيديو ده كنت انا في الطرف اليمين. انت عامله كده ايه؟ استنى كده اما اصورها. بص ايه ده؟ يعني انت عامله ايه اللي انت عاملاه ده؟ يا اسطى هي اول مره مسكت ايدي. انت ايه رايك كنت في الاكس كان- بتاعتك؟ هو ايه يا ده؟ غير دولفين. ايه رايك في الاكس بتاعتك؟ لا مش حلو. شكلا ولا موضوع؟ لا كل انا ما اعرفش الاكس بتاعتك مين. انا بسالك غير دولفين. انت ايه رايك في البنات اللي بتعمل حوارات؟ لا بجد انا عمري ما صاحبت بنت يا اسطى او عمري ما عرفت بنت بتعمل حوارات. على طول اصلا بعرفهم من شكلا كده وببعد عنهم. ممكن يكونوا عندي مثلا انستا فاهم او فيسبوك من بعيد كده فاهم. كوسان طيبه مثلا الشات اللي بيبقى يعني انت بتضيف ما بيننا البنت بجد. عشان تسالك كل يقول لك لا كل سنه طيب كل اكيد سنه؟ لا اكيد لا يعني يا اسطى اقول لك على حاجه. في حوار برضو حصل من قريب. انا اصلا صغير كنت اي بنت بقى بتقابلك تبعت لها فيسبوك على الاب بقى وبتاع فاهم. فيسبوك على لقيت واحده عندي انا وراها اعرفها ولا هي تعرفني وابتدت بتكلمني وقعدنا نتكلم يا اسطى اسبوع اتنين كل يوم يا اسطى بنقعد نقول هي عملت كذا في يومها وانا عملت كذا في يومي. لقيتها مره واحده يا اسطى والله مش بهزر بجد ولا بنتكلم في اي حاجه ثانيه. طب اقول لها طب ايه طيب ايه بعدين طيب تقول لي مفيش. مهمات فيفا هو كده مهمات فيفا معاهم. يا جدعان بيحكي الموقف ببقى مستني انفجار عظيم في الاخر وبيقول لك دخلنا نمنا مثلا في الاخر. لا ايه يا اسطى لا مش وانا صغير من سنتين تقريبا او حطيت ثلاثه. لكم صوره سعيد من سنتين ثلاثه. طب وانا صغير بجد كنت بنت اصلا يعتبر. يا ابني انت بتسلم نفسك يا ابني كل شيء. ايه سر تعامل سعيد مع الموديلز؟ كتير مش كتير والله يعني. هو بتيجي انت ليه بتنكر كل الكلام ده يا اسطى؟ قد شيكا صاحبة شيكا. قد شيكا. مين التكسيكت على سعيد اشرف؟ اقول لهم الاكس بتاعتي. بص انت اللي بتروح هناك اهو. لا انت عايز افهم قصدك بقى يعني ايه بني ادم يعني ايه تحسب بنت بني ادم. يعني بتحسب البنت زي الذكر كده نفس المستوى لا ولا الذكر اعلى؟ لا تحت هي تحت المفروض تبقى تحت. تحت فين يا ابني؟ كام احنا في ال 11. ضد المرأة في كل حاجة. بعد ما خلصنا قال لي انت ما سبتنيش اخد راحتي أموت كده. تهبل ما انت قلت كده. انت بتطلعني هطله خلاص. تحب اخد التسجيل الاولاني لا احطه؟ خلاص كمل وقد ايه ان هي ماشي. وحشاك؟ لا اقعد ساكت مش هساله اسئله. اتفضل يا سعيد. تعرف اصلا كنت بحبها في الاول. ماشي احكي تجربتك معاك. ايوه احكي موقف زي ما احكي. ما هو عايز حاجه اصلا نار وبتاع ومفيش. عشان بيقول ان انا بساله اسئله. ما قلتش كده يا ابني هتخليني احط بجد بالاسماء اللي انت قلتها والفضائح اللي انت بتقولها لا، لا، وانك لا. قلت جامده. خلاص ايه. قال كده. لا ما قلت كده. يعني مش جامده. انا سعيد مصطفى سعيد اشرف. انت عندك كلام وخلاص تاني عايز كده؟ تقوله؟ خلاص مش خلاص كده انت اتضايقت يعني انت عايز تقول خلاص حاجه بقى كمان. يا اسطى خلاص بقى انت فاهم. انت دلوقتي بقى خلاص بقيت يا اسطى شغال على نفسك وبعيد عنهم خالص وعن البنات عموما. مش هي بس مش الاكس بس او اللي هو واخد فتره كده مع نفسك يا اسطى. ما بتكلمش بنات فاهم. بتصلي الصلاه بتاعتك في ميعادها او بتصلي عامه يعني. بتذاكر وشغال فخلاص بقى انت الطريق ده خلاص انت رايح تعمل ازاي كده بس. لما تبطل تحاول تبهرهم انت في حد ذاتك بتبهرهم. ليه؟ لان كان الكلام ده بيجي على جرح شويه بنات يعني. بس ده الحقيقه. الاكس بتاعتك هتكلمك وتحاول ترجع لك لما تبدا تبقى ناجح. وطالما انا قلت كده معناه ان هي طالعه بناء على تجربه شخصيه. الحمد لله يعني بعد ما عملت حاجات كتير. ضد المرأة في كل حاجة. خلاص كان كده. معايا سعيد اشرف وبجد عايز اسمع سقفه ليه. والله ما بهزر بجد ما بتريقش بجد. لانه قدر يتخطى حد كان توكسيك وعرف يشوف حياته وتطور وباذن الله هيتطور وانا واثق فيه. الكلام ده انا ما بقولهولوش يعني في وشه لان انا ما بحبش ادي الشخص امال وهو مش هيتطور يعني. بحب لا كسر الدنيا ان شاء الله يعني ما بحبش اقول لحد شايف انه هينجح اقول له انت هتنجح عشان ما ينامش. لا اكيد مش هتدخلنا عشان فلاحين. مش هجوز فلاح عامة. يعني بصراحة بنات اليومين دول يقلقوا. والواحد يعني ليه تجارب سيئة كتير قبل كده يعني. عبد الله فتى العوب بس معتزل. طب اقول لكم على بجد يا جماعه بجد مش بهزر بقى. انا ما بكلمش بنات دلوقتي. ايه ده؟ استنى سيب. هي ظهرت ولا ايه؟ جاي يا اسطى البنات بقوا يقرفوا بجد. ان يا اسطى مش عايز اجيب بيقول لك اسامي ومش إيه؟ عايز اقول مواقف بس البنات بقوا يقرفوا. ايه الحكمه يعني انك تتجوز واحده فلاحه؟
ليه؟ انا متاكد لها مطبيه فاهم. طب ممكن تبقى كويس. مش متربيه. مش زي لا مش زي هنا يعني هنا طنطا هنا بايظه. ضرب في البلد ده. ايوه يعني هنا طنطا مثلا القاهره الناس دي لا هنا بايظه خالص. ما هناك في الفلاحين بيبقوا مقيدين شويه. طب ما ممكن من الفلاحين تبقى يعني ممكن لا فلاحه فعلا مش كويسه يعني ممكن ما يعني في ناس لا متربيه بتبقى هنا اكتر وهناك لا. لا بس النسبه قليله. مش عايز يخبط فيهم عايز. النسبه هتبقى قليله. حاسبي. كعبد الله عايز هتقدم لها ايه في المقابل؟ في المقابل اللي هتطلبها انا والله ما عندي مانع يعني ذهب بقى وخليها تشكل كده وهي ماشيه. يا ريتني بنت فلاح. عارف ايه الجو ده؟ ام سعيد. وهي بقى تحط لي بقى الكاجو. يا ابني تحصل يا ابني. انت قطه. هبقى افتح لك كمان شويه. هو اللي اركب لها مايك بس. صلى على النبي. تعالي انت ملكه الشاشات دلوقتي. تيجي تقعد مكاني؟ ايه الحلقه بقى تيجي تقعد مكاني؟ حبينا ننهي الحلقه. شكرا انك اتفرجت. اتمنى لو كنت غيرت لك حاجه حلوه او وحشه في حياتك خلي كملي هنا على ما نخلص. ماشي. حاجه حلوه او وحشه في حياتك. كان معانا سعيد اشرف، معانا عبد الله عبده عزز، مهندس هندسه بالمهندس ورا الكاميرا، مش هقول اسمه عشان هيجي في حلقه لوحده برضه. ومعانا مصطفى امجد العالم، مصطفى امجد ظهر معانا الحلقه اللي فاتت. يا عم مش مراتي يا عم. اتمنى تبقوا كويسين واتمنى ان اني يبقى كويس. انا بحترم كل البنات بجد. انا مع على فكره وانا كمان كل ده هزار يعني محتوى بنضحك وخلاص. اتمنى تكون البنات تقبلت الهزار. اكتر حد في حياتك هيبقى اثر معاك هي والدتك. اكتر حد هيبقى وجه لك دعم وكان معاك فعلا وهي الوحيده اللي هتحبك بسبب وبدون سبب هي امك. انا بشكر امي وبشكر كل امهات الناس عامه. يا قطه يا زباله. انا مع المساواه. انا مش ضد حقوق المراه وسعيد مش ضد حقوق المراه. ولا عايز بنات طنطا ولا بنات القاهره يزعلوا مني. يا اسطى على فكره اكتشفت حاجه ان الانسان لما بيطلع من بيت اهله بيدور على واحده شبه امه. دي حقيقه. صح؟ حقيقه والله يعني بس مش هيلاقيها. لا ما تنساش تعمل انت يا ابني انا قلت لك لايك شير سبسكرايب ايه الصح. ما تنساش بعد ما تخلص الفيديو ده لو انت وصلت لهنا اعرف ان انا بحبك قوي. وما تنساش تعمل لايك كتير سبسكرايب. استنى كل جديد واستنى الحلقات الجايه عشان نار. خد دي بقى لو قابلكم فيديو على التيك توك كملوا للاخر. حلوه دي بس كده. ماشي.